النهارده بقى حبيت اعمل تجربه وانتوا معايا او فكره كده، يعني هعمل تجربه حلوه قوي. الخلاط ده طبعا وديته عند الراجل عشان يصلح وجابهولي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فقلت لازم انضفه وانتوا معايا. خلطه بسيطه جدا بسيطه جدا وهترجعوا بياضه فظيع. يعني اي خلاط عندك اعمليه بنفس الطريقه وهيطلع معاك البياض بتاعه يرجع زي ما كنت شارياه النهارده. بس يا ريت لو اول مره بتشوفيني تنوري قناتي بالاشتراك، اضغطي على كلمه اشتراك، ويا ريت اللايك تدعميني بلايك حلو منك كده، ما تبخليش عليا باللايك عشان اليوتيوب يقترحنا اكتر. معايا معلقه من الكربونات او خميره بتاعه الطعميه او الحلويات زي ما بتسموها عندكم، بجيبها من عند العطار. هبتدي احط معلقه واحده بس من الكربونات وهنزل عليها بمعلقه من الصابون السائل، او يعني نقطتين 3 كده من الصابون السائل. اي نوع صابون سائل عندك ينفع. وبعد كده اقوم حاطه عليها معلقتين كده من الخل حسب الكميه اللي انت هتغسلي بيها او هتنضفي بيها، الكميه اللي انت عايزاها. وفرشه اسنان مفيش اكتر من كده. ابتديت بقى بل الخلاط زي ما انتم شايفين كده، او الين الخلاط زي ما انتم شايفين كده بالفرشه. وكل ما الماده دي بتنزل على الخلاط بتفور الحته اللي فيها السخاء. يعني عايزه اقول لكم ان هو سحر. مسافه ما بتنزل كده وتضغطي بالفرشه اللي في ايدك او الفرشه السنان، ولو حابه تغسليه بقى بسلكه ناعمه كده هتلاقيه نضيف معاكي اكتر كمان. ابتديت بصوا الحته اللي انا بجربها لكم كده وبمسحها، شايفين بفوطه بس كده وتلاقيها نطفت وبياضها رجع بياض رهيب. عايزه اقول لكم الكربونات بيرجع اي حاجه حتى لو كوتشي، بيرجع بياضه بياض تاني، يعني حاجه كده يعني ما تتخيلهاش، سحر من الاخر. ممكن لو ما عندكيش كربونات تستبدليها بالميه سخنه وبريل او صابون سايل وخل وملح الطعام العادي ده، وتحطي الفوطه فيها وتطلعيها تبلي بيها الخلاط كده، او تغطي بيه الخلاط الفوطه اللي انت تحطيها في الميه والخل والملح، وكله ده هيلين معاكي برضو للتسخات دي كلها. يعني انت لو ما عندكيش كربونات ممكن تستبدليها بالخلطه اللي انا بقولك عليها دي، خل وليمون وملح، برضو هينضف الخلاط خالص. شايفين البياض؟ ابتديت بقى اجيب الزوايا اللي انا مش عارفه اجيبها كده بالسكينه او بالخله السنان او بالخله الشيشه الطويله دي. انا هوريها لكم دلوقتي برضو علشان تعملوها بنفس الطريقه وبنفس التجربه كده. الخلاط هيرجع معايا بياضه رهيب وبسلكه ناعمه كده زي ما انتم شايفين. وتجيبوا الاماكن اللي انتم مش عارفه تجيبيها كده بالفرشه ممكن تجيبيها بسلكه ناعمه زي كده. طريقه سهله جدا جدا، ويا ريت بقى تفرحيني كده بلايك حلو منك كده يفرحني. شكرا جدا يا جماعه اللي عمل لايك، ويا ريت بقى تعليقاتكم الحلوه اللي بتفرحني كده. فين يلا بقى ابتدى بقى البياض، شايفين بياض الخلاط رجع تاني ونضفته رجع تاني. هجيب بقى خله كده عشان حاسه ان في زوايا كده مش عارفه انضفها، فاجيب خله من الخشب واقوم مدخلها بمنديل. المناديل المبلله دي بستخدمها في حاجات زي كده بتبقى سهله معايا قوي عشان مش بتتقطع. بقوم جايبه الخله ولف عليها المناديل المبلله دي واجيب الزوايا اللي انا مش عارفه انضفها بفرشه السنان. شايفين الطريقه؟ طريقه سهله وهترجع معاك الخلاط ببياضه زي ما كنت شارياه النهارده، يعني ببياضه الساطع. عايزه اقولك بقى الخله اللي معايا دي والمناديل المبلله دي هتنفعني جدا في الزوايا اللي انتوا شايفينها دي، في الزوايا الضيقه دي. هبتدي اطلع كده كل الاتساخات طبعا لانت معايا فهتطلع بالسهل قوي. يعني انتوا شايفين الطريقه سهله قوي وبسيطه بالخله اللي معايا كده، وهتطلعي كل الاتساخات اللي في الخلاط. بجد يعني هيرجع معايا زي ما انتم شايفين كده. في الاخر النتيجه هتبقى بنتيجه بجد حلوه قوي، وخلطه بسيطه خالص وهترجع الخلاط زي ما انتم شايفين. الخله دي نفعتني كتير في الخلاط عشان جابت الزوايا كلها اللي كان فيها تسخات كده الرفيعه دي اللي مش عارفه اغسلها بالخله كده، وابتديت اجيبها. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا برضو باللايك، وباي باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وأوريكم نتيجة الفيديو في الاخر، نتيجة الخلاط في الاخر عملت ازاي وطلع بياضه عامل ازاي. شايفين الخلاط بجد شكله يعني رجع من تاني نضيف خالص خالص وحاجة كده يعني في منتهى الجمال. يلا باي باي، واشوفكم في فيديو جديد، وشكرا جدا على استماعكم.